اهلا وسهلا بيكم ومعاكم وجدي داوود وفي حلقه جديده. النهارده جاي اعرفك ازاي تكريت طلب التامين الجديد لوثيقه الوحدات الاستثماريه. وطبعا النهارده مش يوم شرح خالص، انا بس هوضح لك ازاي تكريت الطلب. لكن لو عايز اي شرح فالاستاذ احمد سعد طبعا احنا مسجلين له الحلقه اللي فاتت، فتقدر ان انت ترجع لها وتفهم اللي انت عاوز تفهمه. لكن النهارده خلينا نتكلم كده على طول وندخل في الشرح. بس قبل ما ندخل يعني يا ريت لو حضرتك او حضرتك يعني ما تبخلوش علينا باللايك، يعني ده من الامانه يعني اللي ما بيننا، ان احنا بنتعب عشان نوضح لكم حاجات انت مش عارفها او نوصل لك محتوى لحد عندك. يعني فاظن يعني من ابسط الاشياء اللي انت ممكن تقدمها لنا ان انت تعمل لنا لايك، تعمل لنا تعليق بكلمه حلوه لو انت فاهم كل حاجه. واكيد انتم كلكم اساتذه اكتر مني. لكن لو حضرتك مش فاهم اكتب لنا الحاجة اللي انت عاوز تعرفها ايه، وانا هرد عليك على طول. ولو ان شاء الله الموضوع محتاج فيديو هطلع واعمل لك فيديو ليها ان شاء الله من خلال التعليق بتاعك، يعني انت اول واحد هتشوفها ان شاء الله على طول. تمام. نبدأ على بركة الله. اول حاجة هنا هنضيف طلب تأمين جديد. ندخل هنا. طبعا ده الشغل بتاعنا القديم كله. هندخل بقى النهارده على اليونت لينكد او الوحدات الاستثمارية. هنا وثيقة ثمارنا وهي اللي هتلاقيها موجودة. بعد كده هتلاقي هنا سندنا، وهتلاقي فرحة عمرنا ودي خاصة بالزواج، وسندنا اللي هي خاصة بالتعليم. تمام. ندخل على ثمارنا طلب التأمين الجديد علشان ما ضيعش وقتك ونسجل بيانات. احنا هنحمل بيانات عميل. طبعا الأستاذ وليد هنا آخر عميل من العملاء المحترمة يعني، والناس اللي بنعزهم جدا. ندخل على عرض السعر، إضافة عرض سعر. هندخل برضو هنا ندخل بياناتنا، بس أنا هجري الفيديو علشان برضو ما ضيعش وقت. وهنا هتلاقي قدامك هنا 6 استراتيجي المفروض إن أنت دارسهم كلهم وفاهمهم طبعا من قبل ما أنت بتقعد مع أي عميل، ومن قبل ما المعلومة بتكون وصلت للعميل بتكون واصلة لك أنت طبعا في الأول. الاستراتيجي اللي هي الآمنة، اللي هي طبعا يعني العميل اللي هو بياخدها من قصيرها وملوش في اي مخاطر، ملوش في اي يعني، مش بيقول لك عصفور في اليد والمية على الشجر من الاخر. تمام. ودي بتكون ارباحها قليله او رصيد الاستثمار بتاعها بيكون قليل جدا، وهو بيقول لك انا برضى بقليلي وخلاص. تمام. بعد كده المتحفظ اللي هو ال 20 80، 20% مخاطر، 80% صندوق امن اللي هي الوحدات الامنه. بعد كده المتوازن اللي هو ال 50 50، الطموح اللي هو 80 20، يعني 80% مخاطر، 20% وحدات امنه. الاستراتيجي الاسهم ودي بتكون مخاطر صافيه. اخر حاجه وهي صندوق الذهب، وهي دي اللي هيكون فيها 90% من شغلنا ان شاء الله. ودي اللي انا برشحها عن رايي الشخصي انا، مع احترامي لحضراتكم جميعا، يعني لظروف معينه خاصه بي انا مش خاصه باي حد تاني. انا مش هشتغل على اي استراتيجي غير استراتيجي الذهب لامور معينه، بعيد خالص عن الاستراتيجي دي كويسه ليا ولا للعميل ولا كويسه لمين بالظبط. انا هشتغل على صندوق الذهب. تمام. بعد كده هندخل بقى نسجل طلب التأمين بتاعنا عادي، ونحط البيانات بتاعتنا، طريقه السداد، كل طبعا الحاجات دي قديمه وعارفينها. انا هشتغل سنوي عشان ما لخبطكش. بعد كده هدخل على مده التأمين بتاعتنا. في برضه فرق هنا يا جماعه ما بين مده التأمين ومده سداد القسط. تمام. يعني لو انا عايز ان انا اعمل مده التأمين مثلا 10 سنين، وعايز اعمل مده التأمين مده السداد 5، دي ما فيهاش اي مشكله. تمام. يعني خليني اعمل لك دي واعمل لك دي، نشتغل على 10 سنين مده وكتوتال يعني، و5 سنين سداد بس. تمام. البريميوم اللي هو القسط بتاعنا، طبعا احنا عارفين ان اقل قسط تأميني لوثيقه الوحدات الاستثماريه وهي 6000 جنيه في السنه. هنشتغل برضه يعني مثلا كانه بيدفع 1000 جنيه في السنه، يبقى 12000 جنيه. تمام. مبلغ التأمين هنا برضه بيكون فيه كلمتين كده مختصرين، وهو ان انا مبلغ التأمين بيكون عباره عن 12000 جنيه اللي هو القسط في 3 او في 36. يعني يا اما بديله 3 اضعاف القسط بتاعه اللي هو ال 12000، يا اما بديله 36 ضعف. انا النهارده هاخد خلينا مثلا في 10 اضعاف. تمام. يبقى انا هديله هنا في ال 12 يبقى 120000 جنيه. ده مبلغ التأمين بتاعه اللي هيكون في حالة الوفاة. تمام. هندخل على النقطة اللي بعدها ودي مهمة جدا، حاول تركز فيها، ودي خاصة بتغطية الخطر. تمام. اللي هي الوفاة. الوفاة هنا لو العميل لا قدر الله توفى، لو انا اخترت اكسكلوزيف يبقى انا كده بقول لشركة التأمين
انا عاوز مبلغ التامين اللي هو ال 120,000 ورصيد الاستثمار حتى تاريخ الوفاه. لو انا اخترت اكسكلوزيف يبقى معنى كده ايه؟ ان القسط اللي انا هدفعه هو مش هدفع زياده عليه، لكن التكلفه بتاعت التامين او الجزء الموجه للحمايه هيكون اكتر شويه. فطبعا رصيد الاستثمار هيكون اقل شويه من لو انا عملتها انكلوزيف. تمام. هنشتغل برضو على النقطه الاولانيه علشان ابين لك كل حاجه. تمام. هنا الموضوع ده كله اختياري. لو انا عايز اعمل تزايد للقسط، تمام، هنا البريميوم انكريز، يبقى انا هنا عايز ازود القسط بقد ايه؟ مثلا ممكن اقول مثلا عايز ازوده 10%. تمام. هو زياده القسط عموما بيكون من 5 ل 10% بس. يعني لو انا عملت هنا 11، لو عملت 11% وجيت اعمل عرض سعر هيديني ان في حاجه هنا غلط. تمام. بيقول لي من 5 ل 10. يبقى انا هنا هخليه مثلا 10%. مبلغ التامين برضو بيكون فيه تزايد. تمام. لكن هنا القسط لو انا عملت زياده في القسط بيزيد في القسط. لو انا بدفع يعني هيزيد السنه الجايه 10%. لكن لو انا عملت زياده في مبلغ التامين، ركز في الحته دي، مش هيزيد القسط بتاعي في اي حاجه، لكن تكلفه التامين السنه الجايه هتكون اكتر شويه. يعني لو انا مثلا بدفع 1000 جنيه في الشهر، تمام، بيروح منهم لتكلفه التامين 100 جنيه، يبقى السنه الجايه هيروح 120 جنيه تكلفه تامين، وال 780 جنيه الباقيين هيروحوا لايه؟ هيروحوا ل او ال 880 جنيه عذرا هيروحوا للاستثمار. خلونا كده نعمل عرض سعر على الارقام اللي احنا حاطينها دلوقتي، ونرجع نعمل عرض تاني اوري لك فيه الفرق ما بين اكسكلوزيف مثلا وانكلوزيف، واعمل لك الفرق ما بين تزايد في القسط وبدون تزايد. تمام. احنا مش هنعمل تزايد في مبلغ التامين. تمام. مش يعني كل الحاجات دي اختياري. خلونا ندخل، خلينا ننزل هنا. تمام. ده الكلام اللي انا متفق عليه كله. مده التامين 10 ومده سداد القسط 5 بس. تمام. التزايد بتاعي 10%. انا مختار هنا اكسكلوزيف. تمام. يبقى انا هنا مختار التخطيطين الاثنين، المبلغ التامين ال 120,000 جنيه والانفستمنت اللي هو رصيد الاستثمار بتاعي. تمام. لو انا نزلت هنا انا مختار استراتيجيه الذهب. تمام. يبقى انا هنا القسط بتاعي الخارج مني هيروح يستثمره لي في الذهب، فبالتالي طبعا انا فاهم يعني ايه استثمار في الذهب. انا لو اشتريت حته ذهب النهارده في بيتي عارف ايه اللي هيحصل فيها، عارف هبيعها ازاي بخساره، وعارف ازاي ابيعها بمكسب. تمام. تعالى هنا نبص. احنا هنا اخترنا تزايد. اول سنه دفع العميل فيها 12,000 جنيه، تاني سنه دفع فيها 13,200 لانه زاد 10%. تمام. يعني زاد 1200 جنيه في السنه. بعد كده بقى 14,520. لما بص هنا احنا كنا مختارين ايه؟ اكسكلوزيف. ركزوا معايا. انا هنا النهارده دافع 73,000 جنيه. لو بصيتوا هنا اخري خالص في الدفع كان عند الخمس سنين دفعت 17,569 في اخر سنه. تمام. يعني انا كده اجمالي 73,000 جنيه. تمام. وفضلت على كده ما بدفعش لحد ما تميت ال10 سنين، وبعد كده خدت المبلغ اللي هو المكتوب تقريبا ما بين 102,000 جنيه وما بين 135,000 جنيه. تمام. خلونا هنا مثلا يعني ايه نركز قوي بعينينا على ال 102 دي. تعالى كده نطلع بره تاني هنا ونعمل هنا نخلي الاكسكلوزيف نخليها انكلوزيف، ونرجع تاني هنا لعرض السعر بتاعنا. هنلاقي ان ال 102 اتغيرت، اكيد هتكون متغيره للاكتر، بقت 105. تمام. طب ليه الفرق ده؟ الفرق ده علشان انا كنت مختار تغطيات اعلى، فبالتالي الانكلوزيف تغطياتها اقل، ان انا بختار ايهما اكبر. تعالى هنا اهو بيقول لك هنا ان التغطيه بتاعتنا في حاله الوفاه اللي هي رقم 2 بيقول ان في حاله الوفاه للمؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل تاريخ استحقاق الوثيقة تلتزم شركة التأمين بدفع الآتي وفقا للتغطية المختارة من قبل المتعاقد. التغطية المختارة اللي هي ايه؟ اكسكلوزيف او انكلوزيف. تمام. اللي احنا بنحددها في طلب التأمين. طيب اول حاجة مبلغ التأمين الاساسي، وهنا بتلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين الاساسي بالكامل والوارد بوجه الوثيقة او قيمة رصيد حساب الاستثمار وقت حدوث الوفاة ايهما اكبر.
يعني لو مبلغ التأمين بتاعي 120,000 جنيه زي ما احنا محددين في الوثيقة، وانا الوفاة مثلا حصلت بعد 6 سنين، فانا لحد 6 سنين انا معايا كله اول عن اخر 77,000 جنيه، وانا مبلغ التأمين بتاعي 120، بايهما اكبر هاخد ال 120 وخلاص. طيب تعالى هنا للتغطية الثانية، بيقول لك هنا مبلغ التأمين الاساسي بالاضافة الى، واخد بالك معايا كلمة بالاضافة الى، بيقول لي بالاضافة لرصيد حساب الاستثمار المتكون في تاريخ الوفاة. يبقى انا هنا لما يكون مبلغ التأمين بتاعي 120,000 جنيه وحصلت وفاة عند السنة السادسة وفي رصيد استثمار 77,000 جنيه، يبقى انا اذا في الوقت ده مبلغ التأمين بتاعي الاجمالي 120,000 زائد 77,000 جنيه. تمام، يا رب تكون وضحت المعلومة دي. يبقى انت كده عرفت هتختار انكلوزيف واكسكلوزيف بناء على ايه. تمام، تعالى هنا نشوف مثلا نخلي هنا بقى يعني اوضح لك بقى الفرق. احنا هنا واقفين على ايه؟ زي ما احنا قلنا من شويه واقف على 155,000 جنيه. تعالى هنا نخلي ان في تزايد في مبلغ التأمين كمان، هنقول مثلا 2%. بص هنا نوع التغطيه قلنا عليها ماكس اوف سم انشور، يعني لو انا عايز اعمله تزايد انا هنا مختار اوبشن واحد بس اللي هو الانكلوزيف، هنا اوبشن واحد. تمام، اللي هو ايه؟ ايهما اكبر، مستثمر في صندوق الذهب. لو انا نزلت هنا انا عامل طبعا مبلغ التأمين متزايد، لو بصيت هنا هتلاقي ان الارباح هنا ايه اللي هو رصيد الاستثمار 104 مش 105. تمام، فالفرق اللي من 104 ل 105 ده راح لايه؟ علشان انا عملت تزايد في مبلغ التأمين كمان. تمام، يبقى انا هنا في تزايد. لو في السنة الثانية هيزيد ال 120,000 دي هتضربها في 2%، يعني هنا ببساطة كده لو بصيت ال 120,000 جنيه في 2% بيساوي 2,400 جنيه. يبقى أنا هنا قصاد ال 2,400 جنيه دول دفعت حاجة بسيطة خالص، بقوا يعني هتبقى ملحوظة أكتر في مبالغ التأمين الكبيرة اللي هي بتكون 1,000,000 و2 مليون والكلام من ده. تمام، فأرجو إن يكون المعلومة وضحت لحد دلوقتي إن شاء الله. برضه في حابب ان انا انبهك بقى يعني على نقطة معينة قوي اللي انا وضحتها في اول الفيديو، وهي ايه؟ هي ان انت حضرتك ما تشتغلش الوثيقة دلوقتي. ازاي بقى؟ يعني الوثيقة النهاردة لسه ما اتعملهاش اي ابروف. تمام، مفيش ليها اي بيانات موجودة على فوري. لو انا جيت النهاردة اكريت الطلب على فوري او ادفع القسط الاول بتاعها مش هيندفع. ملهاش النهارده كتيب لسه اقدر ان انا اشتغل عليها. تمام، ما فيهاش الغلاف بتاع الوثيقه نفسه اللي موجود في الاصدار او بيكون موجود عندك في الفرع عند مدير الفرع، مش موجود لسه. فما فيش اي حاجه النهارده تقول ان احنا نشتغلها. تمام، انت النهارده ممكن تدي نبذه للعملاء، ممكن تعرف العميل ان في عندك وثيقه جديده هتنزل، لكن ما تاخدش عربون وما تلتزمش بكلمه، علشان ده حصل مع ناس من الساده الزملاء كلموني وقالوا ان ده حصل معاهم وشكلهم وحش جدا قدام العميل، وطبعا العميل هيقلق من الحركه زي كده. فانا يعني قلت لهم اجلوا الموضوع دلوقتي وقولوا له ان هي لسه هتكون في شهر 1 ان شاء الله، فهتتاخر شويه على ما اصدر لك الطلب، علشان برضه ما يكونش فيه اي حساسيه من اي نوع. فحاول ما تدخلش نفسك في اي مشكله مع اي عميل لما يقول لك اشتغل فيها من خلال مراقب او من خلال مدير الفرع، ساعتها ابدا ان انت تشتغل فيها على طول ان شاء الله. وبكده اكون وقفتك على اول الطريق وعرفتك ازاي تعمل عرض سعر، وبعد كده حاول ان انت كمان تعمل اكتر من عرض سعر علشان تعرف الطبخه ماشيه ازاي، وتعرف ان انت بعد كده تعمل عرض السعر على حسب كل عميل لوحده. لو عندك بقى اي استفسار ممكن تسيبه لنا تحت في التعليقات، هرد عليك على طول ان شاء الله. بنفرح جدا لما بنلاقي الناس يعني بتقدر الشغل اللي احنا بنعمله. اعملوا لنا لايك، اعملوا لنا سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، اعمل شير للفيديو ده للساده الزملاء في جروبات الواتس وفي جروبات المراقبات علشان يستفادوا هم كمان. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، مع السلامه.